ارمي المشابك جوه التلاجة وتعالي اقولك على فكرة منزلية وحيلة مطبخية لأول مرة هتعرفيها. بجد فكرة حلوة جدا. هتجيبي المشابك وتحطيها جوه التلاجة وتعالي اقولك هنعمل ايه. الفيديو ده مليان افكار وتدابير منزلية بإذن الله هتفيدك وهتخرجي مستفيدة من الفيديو ده. قوليلي كده من انهي بلد بتشوفي معايا الفيديو النهاردة، وما تنسيش اللايك الحلو منك، ويلا نبدأ مع بعض. اول فكره تعالي بقى اقولك دي بعملها دايما مع العيش اللي انا بحطه جوه التلاجة. عايزه مثلا العيش معايا يقعد معايا مده طويله، بحط فيه تفاحه كده، تكوني مثلا جايبه تفاح ولا حاجه، وتيجي حاطه مثلا قطعه من التفاح زي ما انت شايفه، وممكن قطعه اصغر من دي على فكره، وتحطيها كده جوه الكيس. الحركه دي حلوه جدا علشان تحافظ لك على العيش بتاعك لا يعفن جوه التلاجة، ويفضل طازه معاكي لحد اخر عيش زي ما انت شايفه كده لمده طويله قوي وما حصلوش اي حاجه جوه التلاجة. طيب انا ما عنديش مثلا تفاح، اعمل ايه؟ ممكن تحطي حاجه بسيطه جدا، تحطي مثلا ايه، تحطي قطعه من الخيار، خياره كده صغيره برده جوه الكيس، هتمنع برده ان العيش بتاعك يعفن ولا هيحصل له اي حاجه خالص. تعالي نشوف الفكره رقم 2. بص العلبة دي أنا بحط فيها كل الفلفل، فلفل ألوان، فلفل أخضر، فلفل الحشو، أي فلفل. والله بيقعد عندي فترة طويلة جدا، وبالذات الفلفل الألوان ده ما لهش عمر أصلا، بتلاقيه بقى باظ بسرعة منك في التلاجة. وكمان الفلفل الأخضر بحاول إن أنا أجمعهم كده زي ما انتوا شايفين. الفلفل والله ليه فترة طويلة جدا قاعد عندي في التلاجة ما حصلوش حاجة. طب إيه السبب؟ تعالى أقول لكم السبب. السبب إن أنا بجيب كده مناديل بتاع المطبخ وبلفها بالشكل ده، وبحط واحد او اتنين او تلاتة وسط الفلفل علشان يلم معايا المية اللي بيكونها الفلفل جوه التلاجة، فيعيش معايا مدة طويلة. وبعد كده كل يومين بغير المنديل ده وبحط منديل تاني جديد زي ما انت شايفة كده، وبتحطيه جوه التلاجة يقعد معاكي والله فترة طويلة جدا. الناس اللي بتعاني ان الفلفل الالوان بيبوظ منها جربوا الطريقة دي. تعالي بقى نشوف الخضار. لو الخضار بدأ يدبل معاكي زي ما انت شايفة كده، بدأ يدبل خلاص، مش دبلان بقى اصفر، لا في فرق، ان هو بدأ يدبل معاكي وهيبتدي ان هو يدخل على لونه ويبقى اصفر. تعملي بقى الفكرة دي لو انت مثلا عايزة ترجعيه كده فريش وطازة، لو هتستخدميه مثلا في السلطات او تستخدميه في حاجة. سبحان الله الخضار لما بيبقى دبلان وتقطعيه كده على السلطة بيبقى واضح جدا ان هو كان دبلان. فالفكرة دي بقى بيبقى حلو جدا ان انت بتجيبي تلج كده ومية ساقعة وتحطيها في طبق وتنقعي فيها الخضار اللي هيبتدي يدبل معاكي زي ما انت شايفه كده. تمام، وتسيبيها بقى كده لحد ما الميه دي او التلج ده يدوب خالص جوه الميه، يعني تخلي الخضار كده يسقع لدرجه ان التلجه خلاص بدات تدوب. هسيبها انا بقى شويه كده واوريكي شكل الخضار. حقيقي الورقه بترجع كده الانتعاش بتاعها اللي كان موجود قبل ما تبقى دبلانه. تعالي اوريكي دلوقتي اهو. انا طبعا ما استنيتش لحد ما التلجه دابت، يعني التلجه يا دوبك بدات تدوب. عايزه اوريكي الفرق، بصي اللون بتاعه. الورقه فعلا تحس ان هي بدات ايه، تبقى منعشه كده، ما تبقاش دبلانه زي الاول. جربي الفكره دي على كل انواع الخضار زي ما انت شايفه. حقيقي والله بيفرق في الشكل وبيفرق كمان في اللون بتاعه. بشويه التلج انا كمان لسه ما صبرتش على التلجيه لحد ما تسيح معايا. انت بقى خليها كده لحد ما التلج يسيح وهتلاحظي الفرق جدا. انا هسيبه تاني بس عشان خاطر التصوير، هنرجع مع بعض ونكمل باقي الافكار. الفيديو ده مليان حاجات دبلانة وهنرجعها تاني جديدة، كل خضار في خضار. الجزر لقيت لكم واحدة دبلانة اهي، بصوا طرية ازاي. ده طبعا لسه جديد تمام، ده لسه شارياه، بس انا لقيت واحده كده دبلانه عندي في التلاجة، قلت طب وليه ما نعمل لكم فيها فكره. اقول لك لو كان عندك جزر دبلان تعملي ايه. شايفه طريه ازاي؟ هتجيبي كده ميه سخنه، تمام، انا بس عشان عندي واحده بس تمام والباقي كله لسه شارياه. انت بقى لو عندك كميه كبيره هتجيبي طبق وتحطي فيه ميه سخنه، وتحطي بقى كل كميه الجزر اللي عندك اللي بدات تدبل وتبقى طريه كده، واركنيهم على جنب. هوريكي الفرق دلوقتي إيه اللي ممكن يحصل. الجزره الدبلانه هترجع جديده زي دي بالظبط. هسيبها شويه زي ما انت شايفه كده، وهبتدي ان انا احطها في الميه السخنه وهوريكي الفرق بتاعها. حرفيا والله يا بنات الحاجات اللي انا بقولك عليها دي انا مجرباها ومتاكده منها. جبت كده الجزر زي ما انت شايفه الجزء ده ما كانش محطوط في الميه السخنه، يعني كان مرفوع كده لفوق تمام. شوفي بقى الفرق بينه وبين اللي كان محطوط جوه الميه السخنه. بصي الجزره بقت عامله ازاي. اولا بقت ناشفه، ما بقتش طريه زي الاول، وده الجزء اللي ما كانش فيه ميه. بص بقى الجزر لونه بيتغير، بيرجع ناشف كده من الميه السخنه. حطي بقى كل جزر اللي عندك ده بلان من الميه السخنه وهيرجع جديد. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. هتحطي معلقه من ملح ليمون. ما عنديش ملح ليمون يا ايه، اعمل ايه؟ عصره ليمونه
تمام مع الميه، او ملح مع شويه ليمون مع الميه. وهاتي كل الكاسات بتاعتك بقى وبالبخار كده، ومشي الكاسات بتاعتك. عايزه اقول لك بترجع كده كانك مطلعاها من غساله الاطباق. انتوا عارفين غساله الاطباق لما بتحطوا فيها اي كوبايات واي كاسات بتطلع حرفيا كانك جديده. هو نفس الفكره بالظبط. اللي ما عندهاش غساله اطباق وعايزه تلمع كده الكوبايات بتاعتها والكاسات وبتنضف النيش، تجيب معلقه ملح ليمون في شويه ميه سخنه ومشي كده الكاسات بتاعتك. طبعا الكاسات دي بتبقى مغسوله قبل كده، تمام. فانتي بس كده بتلمعيها، يعني بتديها كده ايه الحته اللي بتلمع دي في الاخر علشان يبقى شكلها حلو كده كانك لسه فاتحه الكرتونه بتاعتها جديد. بصي، تمشي كده الكاس وشوفي قد ايه الازاز بتاعه هيبقى بيلمع جدا. نيجي بقى للفكرة اللي بعد كده، ارمي المشابك جوه التلاجة بتاعتك. وتعالي اقولك على فكرة منزلية حلوة جدا. هتجيبي كده المشابك ونحطها جوه التلاجة. طب هنعمل بيها ايه؟ طب يلا اقولك هنعمل بيها ايه عشان ما اطولش عليكي. هتستخدمي مشبك او اتنين على حسب التلاجة بتاعتك كبيرة ولا صغيرة، تمام. وبعد كده هتجيبي ايه بقى، اسمه ايه ده، المشبك قصدي، خشب. والخشب معروف ان هو بيحتفظ بالريحه اللي بتتحط عليه مهما كانت. هتجيبي بقى زيت النعناع ده، تجيبيه بقى في انواع كتيره منه من عند العطار، او ممكن تجيبيه في اي مكان بتاع زيوت، تمام. زيت النعناع ده حلو جدا، بيدي ريحه حلوه قوي. بتحطي كده على المشبك شويه من زيت النعناع زي ما انت شايفه. هجيب بس طبق او فنجان وبحط كده عليهم شويه وبسيبهم كده في زيت النعناع علشان الريحه تمسك فيهم. خلاص. في زيت نعناع بيبقى سايل، وفي واحد بقى عامل زي الجل كده زي اللي انا جايباه ده، تمام. بتحطيه كده شويه على المشبك وبتسيبيه شويه لحد ما ياخد الريحه بتاعته، ريحه النعناع كويس. وفي انواع كتيره قوي، ممكن تجيبي بقى جوز هند، نعناع، اللي يريحك. بس النعناع ريحته حلو. هسيبهم بقى كده دقيقتين 3 وهروح بقى يا ست الكل. هتاخدي المشابك دي فين؟ هتاخديها على التلاجة. هتحطيها في اخر مكان خالص كده في الباب، تمام، الجزء ده، وتحطيه كده. الريحه بتاعت التلاجة بتاعتك، في ريحه كده بتبقى التلاجة بتعمل ريحه نتيجه كمكمه الاكل جواها، او مثلا نسيتي اكل وسافرتي وعامله ريحه مش حلوه، حطي مشبك او اتنين كده. ودي ريحه نعناع طبيعيه، يعني مش هتحسي باي ريحه مختلفه عن التلاجة خالص. كده الفيديو بتاعنا خلص والافكار خلصت، والسلام عليكم.